بسم الله والصلاة والسلام. قول. عشان الناس بتسأل عليك. صلوا على النبي. صلوا على النبي واعملوا ايه؟ وستة وشمال وعيبة والزمالك وعيبة واللعيبة عايزينهم يفوزوا بكرة في ماتش الاتحاد السكندري. ان شاء الله هيفوزوا. اللعيبة هتسمع يفوزوا. اللعيبة هتسمع كلامك وهيفوزوا بكرة على الاتحاد السكندري. يفوزوا بكرة واعملوا ايه؟ وعملوا لايك وصلوا على النبي. واعملوا لايك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق حدوتة زملكاوية، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. خبر يساوي 4 مليون دولار بأمر الكاف، والهدية من الأهلي. الهدية من الأهلي، أغلى هدية من الأهلي للزمالك. أول كده صلي بينا على النبي ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعالى يا باشا نخش في موضوعاتنا على طول. خليك معايا لنهاية الفيديو عشان هقول لك خبر يساوي 4 مليون دولار، يعني 200 مليون جنيه، ربع مليار جنيه يا باشا. تعالى نخش في موضوعنا. الزمالك قلنا لكم امبارح فتوح اصبح جاهز واتدرب مع الفرقه ونزل التدريبات الجماعيه، مفيش اي مشكله خالص على الاطلاق على الاطلاق. ففتوح جاهز بكره لقياده الجبهه اليسرى امام زعيم الصغر الاتحاد السكندري باذن الله. طارق العشري مدرب غلس. طارق العشري اللي بيدرب الاتحاد السكندري مدرب غلس. فان شاء الله باذن الله الزمالك يحقق الثلاث نقاط. الزمالك لازم يحقق الثلاث نقاط، مفيش هزار. كفايه دلع. كفايه ايه؟ دلع. تعالى تشكيله. محمد عواد هيكون في حراسه المرمى، وقدامه حمزه المسلوسي هيرجع بعد ما ارتاح في ماتش فيوتشر اللي فات. حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، واحمد فتوح في الجبهه اليسرى، وعمر جابر في الجبهه اليمنى. في نص الملعب دونجا محمد شحاته، ضمهم عبد الله السعيد، ناصر ماهر، زيزو، سيف الدين الجزيري. دي تشكيله الزمالك لماتش بكره ان شاء الله باذن الله. الزمالك ان شاء الله باذن الله يفوز بماتش بكره. توقع يا زملكاوي، اعصر دماغك كده لمده 20 ثانيه وتوقع لنا النتيجه واكتبها في تعليق. شايف ماتش الزمالك والاتحاد السكندري ايه؟ ومين اللي هيجيب الاهداف؟ ان شاء الله الزمالك يفوز. طيب، طبعا اتكلمنا في الفيديو الماضي عن البطولات الحرام اهي، وضربات الجزاء اللي ما اتحسبتش، وعصام الشوالي اللي شد في شعره من الحكم. تربطات. جمهور الزمالك رافض لعب السوبر الافريقي في المملكه العربيه السعوديه بسبب تركي الشيخ وموالاته للاهلي. يا حسين يا لبيب، قدامنا شهر من دلوقتي، خلص ازمه القيد، هات صفقات. في سؤال بالنسبه للناس اللي بتسال، هل عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر هذا الثلاثي ليه الحق انه يشارك في ماتش السوبر الافريقي ولا لا؟ ايوه، ليه الحق انه يشارك. الكونفدراليه خلصت ودوري الابطال خلص، فاللعيبه من حقها تشارك زي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد والزنفولي كان مش من حقهم او عمر كمال عبد الواحد تحديدا ما كانش يحق له المشاركه مع الاهلي في دوري الابطال، اللي كان مشارك مع فيوتشر في الكونفدراليه هذا العام، فده بيمنع. لكن في السوبر الافريقي عمر كمال يحق له المشاركه مع الاهلي في السوبر، والزمالك من حق الثلاثي عبد الله السعيد، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر من حقهم المشاركه في ماتش السوبر الافريقي، علشان في ناس بتستفسر عن الحكايه دي، فانا برد اهو بجاوب. من حقهم المشاركه. طيب، فيا مجلس الزمالك فوق شويه. انت شايف الاهلي تربطاته ومؤامراته والاعيبه. ركز.
ما تضيعش حق الزمالك. دي بطولة قارية، السوبر الافريقي بطولة قارية، الجوائز بتاعتها $500,000 للبطل، والوصيف حوالي 250 ولا مش عارف 200 تقريبا. فال $500,000 يعني بتتكلم في حوالي 25 مليون جنيه مصري، مش شوية، واحنا في عرض دولار. فيا مجلس الزمالك اصحى وانحاز لصفوف الجماهير، مش عايزين تفريط في البطولة دي. وبإذن الله الزمالك لا يعرف الخسارة في السوبر الأفريقي، لا يعرف الخسارة في السوبر الأفريقي. 94 ضد الأهلي في جوهانسبرج في شوبير أيمن منصور والزمالك فاز بالسوبر. في 97 أمام المقاولون العرب الزمالك فاز بالسوبر الأفريقي. في 2003 الزمالك أمام الوداد المغربي فاز بالسوبر الأفريقي. الترجي التونسي في قطر الزمالك والترجي 3-1، الكلام ده من 3 سنين او من سنتين تقريبا، من سنتين ساعة قبل كارترون ما يهرب. الزمالك خد السوبر الافريقي على حساب الترجي. ان شاء الله المرة دي المرة الخامسة تكون على حساب الاهلي باذن الله. وفي مصطفى شوبير زي ما عملها الزمالك في شوبير الوالد في 94 يعملها في ابن شوبير في 2024 باذن الله. الزمالك السوبر الافريقي يكون ابيض بخط الحمر باذن الله، باذن الله. عايزين شويه فوقان من مجلس اداره الزمالك، بس شويه فوقان. تعالى بقى اخش لك على الخبر اللي يساوي $4 مليون. بعد تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا امبارح، تتويج ظالم من وجهة نظري، من وجهة نظر ناس كده، حتى جهاد جريشة نطق، يعني جهاد جريشة اعترف ان الترجي التونسي اللي ضرب الجزاء. لكن هنقول ايه؟ خلاص القصة خلصت، القصة خلصت. المهم، وبالمناسبة حاجة بسيطة خالص، قلت لك في الفيديو اللي فات اشرف صبحي قام وسقف وهيص بجون الاهلي في الترجي. كان قاعد في، واشرف صبحي زملكاوي، معروف انه زملكاوي. في ماتش الكونفدراليه الزمالك ونهضه بركان كان قاعد، الزمالك جاب جون عادي ما اتحركش ولا سقف ولا عمل اي حاجه. نقطه تانية، التنظيم كان فين؟ التنظيم ده في نهايه الكونفدراليه اشرف صبحي كان ماسك السور الحديد وكان خايف يقع من تدافع والعشوائيه اللي حصلت والهرجله اللي حصلت. اشمعنى امبارح التنظيم كان زي ما الكتاب بيقول؟ ليه؟ ده سؤال. طبعا مجلس الزمالك عارف اجابة السؤال ده. تنظيم امبارح كان زي ما الكتاب بيقول، ستيج، لعيبة بانتظام، المسؤولين بينزلوا بأريحية، مفيش هرجلة خالص. السؤال ده اجابته فين؟ عند مجلس الزمالك، عند حسين لبيب. تعال بقى اخش لك على الخبر اللي يساوي $4 مليون. بعد تتويج الاهلي امبارح بدوري ابطال افريقيا اصبح للزمالك قدامه فرصة من ذهب. ايه هي؟ انه يلعب دوري ابطال افريقيا السنة الجاية. ازاي؟ هقول لك. اللي بتنافس معاه مين في القصة دي؟ بيراميدز. طبعا الاهلي خلاص كده هيشارك في دوري ابطال افريقيا طالما حصل على اللقب، خلاص يعني ايه، دون النظر لترتيبه في الدوري. واتحاد الكوره السنه دي طبعا الكاف عايز الانديه المشاركه، قال لك في نص يونيو هيتبعت الاسماء المشاركه، او في يونيو القادم في نصه بقى في اخره. المهم قال لك هنعتمد الدور الاول. الزمالك لعب في الدور الاول 13 مباراه، ركز معاه في الارقام، 13 مباراه، خد كام نقطه؟ 21 نقطة. لسه له كام ماتش مؤجل من الدور الأول الزمالك؟ 4 مباريات. كام ماتش؟ 4 مباريات. لما تحسبهم 4 في 3 نقاط الزمالك يفوز فيهم ال4 ماتشات يبقى 12 نقطة على 21 يبقى 33 نقطة. بيراميدز
لعب 15 مباراة. كام؟ 15 مباراة. لسه له ماتشين في الدور الأول مؤجلين، سموحة والأهلي. بيراميدز قدامه ماتشين مؤجلين، سموحة والأهلي. طب بيراميدز جمع كام نقطة؟ أنا بتكلم على ماتشات الدور الأول. لسه له كام نقطة؟ جمع كام نقطة بيراميدز من 15 مباراة؟ جمع 31 نقطة. دي معلومات بالأرقام. 31 ايه؟ نقطة. طب بيراميدز عايز الزمالك في حالة فوزه بالاربع مباريات المؤجلة من الدور الاول، الزمالك هيصل النقطة 12 على 21 يبقى 33. طب بيراميدز 31 نقطة من 15 مباراة ولسه له ماتشين امام سموحة وامام الاهلي. بيراميدز لو خسر الماتشين والزمالك فاز الاربع ماتشات، شرط ان الزمالك يفوز الاربع ماتشات، يبقى كده الزمالك هيرافق الاهلي او هيزامل الاهلي في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. دي في حاله فوز، يعني مصير الزمالك في ايده دلوقتي وفي ايد بيراميدز. ان بيراميدز لو خسر الماتشين او خسر ماتش وتعادل ماتش، يبقى بيراميدز هيبقى 32 نقطه، والزمالك فاز الاربع ماتشات هيبقى 33 نقطه. الزمالك يزامل الاهلي في دوري ابطال افريقيا ويلعب على البطوله الاكبر جوائز في افريقيا، وهي 4 مليون دولار قيمتها الماليه. الكونفدراليه 2 مليون دولار، لكن دوري ابطال انك تروح كاس العالم للانديه وجوائزها 4 مليون دولار. شرحت لك القصه بالارقام. فيا لاعبي الزمالك استغلوا الفرصه، نبوس ايديكم. مفيش هزار في ماتشات الدوري، مفيش هزار في ماتشات الدوري. انتوا شايفين الواد امام عاشور وكهربا امبارح عمالين ينكدوا فينا ايه ازاي؟ فمفيش هزار في ماتشات الدوري. شرحتها لك اهي بالارقام، مش هتلاقي حد يقول لك الكلام ده. جبت لك ماتشات الزمالك اللي لعبها في الدوري في الدور الاول وماتشات بيراميدز اللي لعبها في الدور الاول. طب بيراميدز فاز في الماتشين والزمالك فاز في الاربع ماتشات، يبقى كده بيراميدز اللي هيزامل الاهلي. يعني حظ الزمالك في رجل لاعبيه وفي بيراميدز. ان بيراميدز يخسر ماتش، ولو اتعادل ماتش يعني يخسر من الاهلي مثلا ويتعادل مع سموحه والزمالك يفوز الاربع ماتشات، كده الزمالك في دوري ابطال افريقيا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.